شعار العراقيين كل يوم. لكن منتخب العراق كما قال بلاتر اليوم حقيقة أنه عن المنتخب العراقي أنه مدرسة الحياة، لأن المنتخب العراقي كرة القدم تهدي الحياة وتهدي الابتسامة للعراقيين في وقت يبدو أن الابتسامة فيه ليست في هذا التوقيت من هذه الأيام. لكن المباراة تنطلق الآن، المباراة النهائية كأس الأمم الآسيوية الرابعة عشر. عاد من اللي يفوز، من اللي يتوج البطولة عربية 100%، وسيكون اللقب الخامس لكرة القدم العربية. طبعا لدينا المنتخب السعودي ب3 ألقاب، ولدينا المنتخب الكويتي بلقب واحد، واليوم إما أن تكون سعودية رابعة، وسلامات إن شاء الله لياسر القحطاني، وإما أن تكون عراقية للمرة الأولى. طبعا طريق الفريقين يعرف الكل، الطريق الذي بدأه المنتخب العراقي هنا الكرة الماضية ما بين باسم عباس وما بين أيضا لاعب المنتخب السعودي ياسر القحطاني، اللاعب الذي إن سجل اليوم فإنه سيكون هداف أول لهذه البطولة، لأنه حتى ما قبل هذه المباراة يتساوى مع اللاعب الياباني تاكاهارا ب4 أهداف. طبعا تاكاهارا بالأمس خسر المركز الثالث مع منتخب بلاده أمام كوريا الجنوبية بركلات الترجيح. لكن هذا الرجل فيرا، لاحظوا المدربان الأقصر عمرا في الدورة لكنهما الأطول بقاء حتى خط النهاية. كرة ملعوبة الآن، البداية المنتخب السعودي يعرف هذا الملعب جيدا، خاض 3 مباريات هنا، بينما يأتي المنتخب العراقي لأول مرة ليلعب في ملعب بونكارنو في جاكرتا، لأنه كان موجودا أولا في تايلاند وبعد ذلك كان حاضرا في ماليزيا عندما قابل المنتخب الكوري الجنوبي في الدور نصف النهائي وفاز عليه بركلات الترجيح. لكن الأمور تنطلق الآن، والكرة للعراق المتقدم للأمام باسم عباس، العرقلة موجودة من تيسير الجاسم والضربة الحرة المباشرة. وبالمناسبة أتحدث عن مباراة تنطلق الآن، مباراة لا زالت بدون أهداف، لكن ثقوا تماما أن الأهداف ستكون حاضرة، لأنه في المباريات 23 الماضية في تاريخ لقاءات المملكة العربية السعودية والمنتخب العراقي ولا مباراة انتهت بالتعادل السلبي، ولا مباراة. كرة ملعوبة الأمام وخطيرة الآن، ولكن العائد لمساندة الزملاء وهو النجم ياسر القحطاني يبعد الكرة الماضية إلى ضربة ركنية. هذه طبيعة لقاءات الكرتين السعودية والعراقية، المباريات 23 الماضية كلها أهداف. هنا محاولة كرة خطيرة للأمام لكن تحولت إلى الخارج من جانب نشأت أكرم اللاعب العراقي الذي سجل في مرمى المنتخب السعودي في الصين 2004 عندما تقابلوا في نفس المجموعة وفاز العراقيون بهدفين لنشأت أكرم ثم يونس محمود. كلاهما حاضر في مباراة اليوم بالنسبة للمنتخب العراقي، بينما اللاعب السعودي الذي سجل في تلك المباراة هدف المملكة العربية السعودية الوحيد هو اللاعب الغائب عن هذه التشكيلة في هذه البطولة وهو اللاعب حمد المتشري. لكن انطلاقة الآن موجودة، دقائق الثلاث الأولى على انطلاقة المباراة النهائية، والخطأ لصالح المنتخب السعودي. جماهير لا شك أنها هي لا تملأ مدرجات بونكارنو هنا في العاصمة الأندونيسية جاكرتا، لأن هذا الملعب يتسع ل100,000 متفرج، وكما ذكرنا هو واحد من أكبر 10 ملاعب على مستوى العالم. لكن طبعا الحضور السعودي جيد، الحضور أيضا العراقي جيد، الجاليات القادمة طبعا من كل مكان من آسيا فيما يتعلق بالجماهير العراقية، وكذلك أيضا السياح السعوديين أو المحبين للمنتخب السعودي أيضا كانوا قد جاءوا من جاكرتا ومن كل المدن الأندونيسية، وأيضا جاءوا من بقية الدول الآسيوية، وجاءوا أيضا من المملكة العربية السعودية لمتابعة هذه البطولة. هنا انطلاق الآن، ولكن الكرة مقطوعة الآن من جانب أسامة هوساوي. المنتخب الأقوى هجوميا في هذه الدورة هو المنتخب السعودي ب12 هدف، لكن طبعا يواجه المنتخب القوي دفاعيا المنتخب العراقي لم يدخل في مرماه إلا هدفين فقط في المباريات ال5 الماضية، وهذه المباراة السادسة في هذه البطولة. هنا محاولة، وطبعا البداية الأخضر السعودي. بالمناسبة لأول مرة المنتخب السعودي يلعب باللون الأخضر في هذه البطولة، كل مبارياته باللون الأبيض، ولكن اليوم المنتخب العراقي باللون الأبيض. هنا هوار ملا محمد يتعرض إلى
ابعاد الكرة من امامه، من امام مالك معاذ النجم الذي كان رجل المباراة الماضية، المباراة الاجمل على الاطلاق في هذه البطولة امام المنتخب الياباني يوم ان فاز السعودي 3-2 وبلغ المباراة النهائية، ويقابل الان شقيق المنتخب العراقي في مباراة كما ذكرنا مباراة عربية 100% هنا في نهائي اسيا رقم 14. محاولة من نشد اكرم، ولاحظوا المحاولات من البداية الان، يحاول ويتقدم، ولدينا الان حيدر عبد الامير، كرة خطيرة ملعوبة للمنتخب العراقي، لا زالت المحاولة مستمرة وتزيد. من قصي منير هو التهديد الأول، هو التهديد الأول في المباراة النهائية. العرضية من حيدر عبد الأمير، الإبعاد من الدفاع السعودي، لكن قصي منير بعد ذلك المحاولة الخطيرة الأولى والتهديد الأول في المباراة النهائية. العراق بدأت بالتعادل مع تايلاند في الافتتاح 1-1، ثم قدمت المباراة الأجمل الفوز على استراليا 3-1، ثم تعادلت مع عمان بدون أهداف، انتقلت إلى الدور الثاني لأن تكون أول المجموعة الأولى، فازت على فيتنام القادمة كونها الثانية المجموعة الثانية، وفازت العراق بهدفي يونس محمود، وبعد ذلك لعبت مباراة امتدت حتى 120 دقيقة وكانت أمام كوريا الجنوبية، وكان أسود الرافدين على الموعد في ركلات الترجيح الوصول بعد ذلك إلى المباراة النهائية في ظاهرة هي الأولى في تاريخ كرة القدم العراقية. كان ذلك طريق أسود الرافدين، لكن الصقور المنتخب السعودي بدأ مبارياته في المجموعة الرابعة هنا في جاكرتا بتعادل مع كوريا الجنوبية بهدف، الفوز على أندونيسيا بهدف قاتل لسعد الحارثي عندما كان التعادل بهدف لهدف يسيطر على الأجواء. بعد ذلك رحلت إلى بالمبانك وفاز المنتخب السعودي على شقيقه المنتخب البحريني ب4 أهداف نظيفة، ثم قابل أوزبكستان ثاني المجموعة الثالثة هنا في هذا الملعب وفاز بهدفين لهدف واحد، ياسر القحطاني وأحمد الموسى، وبعد ذلك قدم المباراة الأجمل وفاز على المنتخب الياباني البطل في الدورة الماضية 3-2 عندما ذهب إلى هانوي. بكل جدارة السعودي وصل، وبكل جدارة أسود الرافدين وصل إلى المباراة النهائية، والمباراة النهائية وآسيا، كل آسيا اليوم تتحدث العربية، لكن من يسعد أخيرا، من يرفع الكاس الآسيوية، هل تكون عراقية أولى أم تكون سعودية رابعة؟ هذا ما سنعرفه. والكرة ملعوبة الآن للأمام، ملعوبة الثانية أيضا عراقية، الثانية أيضا عراقية، نعم الثانية عراقية، الأولى عراقية كانت من قصي منير، والثانية عراقية أيضا، وكانت هذه المرة من يونس محمود. والمحاولتين الأولى والثانية للعراق، العراقي يبدأ والسعودي ينتظر المنتخب السعودي. احترام كبير كما ذكرت لكل فريق، يحترم طبعا الفريق الآخر، ووصول الفريقين كما أجمع الكل أنه جاء عن جدارة كبيرة. هنا مرور جميل للعراقي الجميل قصي منير في وسط الملعب، الآن يرسل الكرة إلى نشد أكرم، باسم عباس، الروح العراقية التي بالفعل اليوم كما ذكرت بلاتر أطلق عليها مدرسة الحياة. والله مدرسة الحياة. وهنا الإنذار الأول في المباراة على قصي منير، يرفع الحكم الأسترالي السيد مارك شيلد. انذار في كرة مشتركة في وسط الملعب، اللاعب السعودي بالفعل المنطلق في وسط الملعب خالد عزيز، والعرقلة كانت واضحة من قصي منير، التدخل كان واضح على القدمين، والانذار في مكانه من جانب، وهذا قصي منير من اللاعبين السمر القلائل في تاريخ كرة القدم العراقية مع كريم هادي وحسام نعمة وعناد عبد، واحد من المهاجمين الخطيرين في أواخر الثمانينات مع المنتخب العراقي عناد عبد. لكن هذا اللاعب قصي منير هو الأسمر الوحيد الآن في المنتخب العراقي الذي بالفعل يعني جاء من كل مكان، وجاء والعراق الجريح حقيقة. الكرة ملعوبة الآن، لكن هذه هي المحاولة الأولى للمنتخب السعودي، كانت من عبد الرحمن القحطاني. هذا المكان، الجهة اليسرى الموجودة من هذا الملعب، هذا النجم عبد الرحمن القحطاني يعرف هذا الملعب جيدا، ويعرف أيضا كل خباياه، لأنه كان قد صنع الهدف الأول
بعد 3 دقائق في الدور ربع النهائي امام منتخب